اكيد بخصوص المقابله ديال غدا امام المنتخب كوريا الجنوبيه كتبقى مباراه اكيد ماشي سهله. كما قال رينالدو بيدروس ناخذ الوطني الجديده الصحفيه اللي كانت قبل قليل هنا في الملعب المباراه التي تنظم مباراه المنتخب الوطني والمنتخب الكوري. قال اكيد ان المنتخب الكوري هو عنده تجربه مقارنه بالمنتخب المغربي في شارك في كاس العالم. كتبقى اول تجربه للمنتخب المغربي، لكن اكيد تجربه خرج منها بزاف ديال المنافع. اكيد قال بان لاعبات المنتخب الوطني المغربي صدقوا انهم تجاوزوا الخساره كانت قاسيه شيئا ما امام المنتخب الالماني بثلاثيه الفوز. كل التركيز الان اكيد على المباراه ديال غدا ان شاء الله. حول ايضا نفسيه اللاعبات، قال بان الذهنيه والنفسيه هي جيده جدا. حتى اليوم شفنا في الفتره التدريبيه الاخيره للمنتخب الوطني النسوي اجواء جد ايجابيه طاغيه على اللاعبات. كاين هناك تحفيزات كبيره لا صراحه من المدرب لا كذلك من الطاقم التقني لا ايضا اللاعبات بينهم. واضح ان يعني المنتخب النسوي قدر انه يتجاوز يعني شيئا ما الاحباط اللي وقع في المباراه الاولى. كما قال يعني رينالدو بيدروس فهذه ليست نهايه العالم. اكيد الخساره ما كتعنيش بانه الاقصاء من المجموعه باقي كلشي فيها ملعوب، خصوصا بان المنتخب الالماني هو اللي كيتصدرها بثلاث نقاط ديال المنتخب الكولومبي وكوريا الجنوبيه والمغرب هما اللي كيتبينوا ترتيب المجموعه، هما اللي غادي يتواجهوا فيما بيناتهم. فاكيد اي يعني نتيجه ايجابيه كانت امام المنتخب الكوري سواء 3 نقاط او ايضا نقطه كتبقى ايجابيه. وقال ايضا ان يعني الهدف من المشاركه اكيد كيبقى المشاركه بحد ذاتها كتبقى هدف، لكن المرور للدور الثاني هو الهدف الاساسي للمنتخب الوطني النسوي ان شاء الله لما تكون يعني سابقه في تاريخ الكره العربيه ان شاء الله والافريقيه. والتركيز كما قال اكيد غادي يكون على المباراه ديال غدا امام كوريا، وديك الساعه ان شاء الله غادي نفكروا في المباراه المقبله اللي غادي تكون امام المنتخب الكولومبي يوم الثالث ان شاء الله في مدينه بيرت. وايضا حنا كصحفيين اكيد كنشجعوا رينالدو بيدروس واللاعبات المنتخب الوطني النسوي، كنتمنوا كل التوفيق ان شاء الله. وايضا الجاليه المغربيه المقيمه هنا باديلايد اللي كانت حاضره اليوم في المطار استقبال النخبه الوطنيه والبعثه المغربيه، وقالت لهم اكيد غتكون حاضره ان شاء الله غدا في ملعب اديلايد وغادي تشجع المنتخب الوطني النسوي. وان شاء الله ما غادي يكون غير خير، واكيد يعني المباراه كتبقى صعيبه لكن ان شاء الله كل شيء ممكن فيها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.